السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة استخدام لبن الحليب كسماد ومقوي للنباتات بتاعتنا. النهاردة هنجيب لبن، ممكن نستخدم اللبن السايب، ممكن نستخدم اللبن البودرة. ده مفيد وده مفيد، ممكن نستخدمه بالطريقة دي. في طريقتين لاستخدامه. الأول عن طريق استخدامه كحقن لجذور النباتات. معروف طبعا ان اللبن يحتوي على عنصر الكالسيوم، لذلك فهو مفيد جدا للنباتات. النباتات كلها بتحتاج عنصر الكالسيوم كعنصر مفيد ليها، عشان كده لازم النباتات برضو بنوفر لها بديل جيد لعنصر الكالسيوم الكيميائي، وهو عن طريق استخدام اللبن. زي ما انتم شايفين اهو، ده النبات بتاعنا، نبات الكنتالوب. بنيجي تحت الجذر بالطريقة دي وبنحط للنبات بتاعنا بالطريقة اللي انتم شايفينها دي، عشان ده لتقوية المناعة بتاعة النباتات بتاعتنا. عنصر الكالسيوم مفيد جدا للنباتات. ممكن نستخدمه للنباتات المزهرة بالطريقة دي، والنباتات والشتلات الصغيرة ايضا. ده بفضل الله استخدام اللبن او الحليب للنبات كل اسبوعين عن طريق حقنه تحت الجذور. ممكن كمان ده معمول اهو يستخدم كرش بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. شايفين كمان بفضل استخدام الحليب لشتلات الطماطم انتجت وهي في عمر صغير زي ما حضراتكم شايفين اهو، والانتاج ما شاء الله يعتبر جيد بالنسبة لحجمها. بيتم حقن حوالي 3 سنتي لكل شتل الطماطم تحت جذورها، او رش زي ما انتم شفتوا قبل كده. ده للطماطم. هنوري لكم برضو مثال اخر اشتغلنا عليه غير الطماطم وغير شتلات الكنتالوب، يعني ينفع للشتلات المثمرة والاشجار الكبيرة ايضا. ده كمان البطيخ اهو، بس بستعمله كرش ورقي له، وبفضل الله بيدي انتاج كبير، احجام كبيرة وسريعة الانتاج. كمان الورق بيبقى اخضر وخالي من الامراض. في النهاية نشكركم لمتابعتنا، وتابعونا ان شاء الله لمعرفة كل جديد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.